حطيت فيها معلقتين 3 زبدة او سمنة بلدي اللي موجود عندك، وحطيت عليها بصلتين متقطعين صغير جدا. بدأت اشوح فيهم. انا مش عايزة البصلة تحمر معايا، انا بس عايزاها تدبل كده. وبعدين هنزل عليها بفصين توم. ده توم متفرز عندي، انا نزلت بحتة صغيرة جدا. اول ما هتبدأ تفك وتطلع بريحتها الحلوة هنشوف بعد كده الخطوة اللي بعديها ايه. فكت معايا حتة التوم وطلعت ريحتها، ورحت نازلة عليها ب2 فلفل رومي متقطعين برضو صغير. كل المكونات معايا النهاردة متقطعة صغيرة جدا. بعد ما نزلت بالفلفل الرومي حسيتها محتاجة معلقة زبدة كمان، وان المكونات معايا جافة شوية، زودت لها معلقة زبدة وبدأت ان انا اشوح فيها. بعد ما اتشوحت معايا نزلت عليهم بمعلقة مستردة ومعلقة كاتشب، ودول شوية من بهارات الفراخ، وكمان شوية فلفل اسود. وبعدين حطيت الملح وبدأت ان انا اشوح فيهم. انا مش عايزة الحاجة تحمر معايا، يا دوبك تشويح خفيف كده ان كل حاجة تطلع ريحتها الحلوة. نزلت بقى بالطماطم، ودول طماطمتين 2 متقطعين برضو صغير. ولما دقت حسيت ان هي محتاجة شوية ملح، زودت لها شوية ملح. بعد ما كل حاجة اتشوحت معايا واتأكدت ان الملح بتاعي مظبوط، ركنت بقى المكونات بتاعتي على جنب كده في الطاسة، ونزلت بكوباية زبادي وعليها عصرة ليمونة. بدأت أقلب بالمضرب بتاعي علشان الزبادي ما يعملش أي تكتلات، وبعدين قلبت كل المكونات في بعض. وبعدين هنزل عليهم بتقريبا نص كوباية من الكريمة اللباني. اللي نسيت تعمل اللايك تنزل تحط اللايك دلوقتي. عندي بقى الوراك انا غسلها كويس جدا ومصفياها من اي مية فيها. نزلت عليها بالخليط اللي انا عملته ده، وهبدأ ان انا ادخلها الفرن في رف اوسط على حرارة 180 لحد ما تستوي وتتحمر. مش بولع لها الشواية ابدا، هي بتستوي وبتتحمر وانا مشغلة عليها من تحت بس. وصدقوني لما تجربوها هتعرفوا ان هي مختلفة عن اي وصفة فراخ جربتوها قبل كده، بجد تحفة. وكفاية شوية الصوص بس اللي بيبقوا تحتيها، ما بحبش اعمل جنبها اي حاجة غير رز ابيض وشوية مخلل، مش اكتر من كده. بدأت اغرف الطبق زي ما قلت لكم رز ابيض فقط، وهو الصوص اللي بيبقى تحت الفراخ، والفراخ تحفة جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي. جربوها واكتبوا لي طعمها كان عامل معاكم ازاي. انا متأكدة ان هي هتعجبكم وان هي مختلفة عن اي نوع فراخ انتوا عملتوه قبل كده. وما تنسوش اللايك والشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.